السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله يا إخوان، وجدنا هذا الكلب عاجز عن الحركة وعاجز عن الدفاع عن نفسه. طبعا ما نعلم كيف يأكل هذا الكلب وكيف يشرب وهو عاجز عن الحركة. راح نتابع وراح نبحث إن شاء الله ونوافيكم بالتقرير. طبعا في أحد قريب من الكلب هذا. السلام عليكم. السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. نتعرف عليك؟ فاضل محمد زبير. ونعم يا فاضل، نبغى نسوي معك لقاء بسيط إذا أذنت لنا. جدا. الله يكرمك. حبينا نسألك عن الله يكرمك الكلب الأسود اللي مكسور هنا، هل هو كذا منذ ولادته أو أنه حصل له حادثة؟ إذا كان عندك قصته يا ريت بس تنبهنا فيه. الكلب الأسود هذا صار عليه حادث يمكن قدام 10 أيام. كيف ترتب؟ هو واحد من البذورة يفحطه جاء علاه وبعدين كسر ظهره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. وبقى ما قدر يمشي، يجي حولنا هنا وما يروح هنا ولا هنا، وعطش شوية. أعطيناه ماء من عندنا هنا من الخزان، يمكن بعد 3 يوم حتى نشرب، ما حد يشتغل. لكن في واحد اسمه صلاح مصر الله يجزاه خير، يجيب له دجاج ويجيب له شيء العصر للحين صار على هذه الحالة. تقدر توصلنا لأبو صلاح؟ جدا. أبو صلاح عندنا في السكن اللي قدامك هذا. أيوة، العمارة اللي قدامك السكن هذا هو الرجال أبو صلاح موجود هناك مصر. طيب شكرا يا أخونا فاضل وبارك الله فيك حبيبي. الله يحييك. طبعا الآن حنا نبحث عن بيت عم أبو صلاح. شوف هذا عبد الرحمن، خلنا نسأل. السلام عليكم. كيف حالك حبيبي؟ نبغى بيت عم أبو صلاح. نعم المصري. هذا البيت الغرفة أي غرفة؟ غرفة على شمالك في الدور الأول. نعم. شكرا حبيبي بارك الله فيك. السلام عليكم. طبعا يا اخوان توصلنا للشخص اللي يطعم الحيوان هذا، راح نحاول ان نجري معه لقاء ان شاء الله اذا وافق. خلوكم معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عم ابو صلاح كيف حالك؟ طيب، شو اخبارك؟ ابو سندس السهيمي من فريق وهج الابداع. احنا عاوزين نعمل معك لقاء انساني بسيط اذا سمحت لنا. تحت امرك. اي الله يكرمك. حياك الله يا عم ابو صلاح. طبعا انا تعرفت على اسمك من الاخوان السوادنه اللي برا، واشكرك حقيقه انك وافقت انك تسوي معنا اللقاء هذا. فيا ليت يا عم ابو صلاح اول شيء تعرفنا على نفسك. محمود عبد الحميد قاسم، غني مصري الجنسيه. ونعم والله. ودنا تعرفنا عن قصة الكلب اللي يعني تحسن عليه. والله ابدا، انا في يوم طالع من هنا من جوه لقيته جاي من عند العلف الجر في نصه، فانا شكيت ان في حاجه، رحت عنده لقيته النص التحتاني هذا زي ما انتم شفتوه، وابتدات رحت اجيب له ميه وجبت له اكل وطعمته، ودي لي فتره يمكن 7-8 ايام موالي على هذا الشيء. وحتى اتصلنا على برضه جمعية في الرياض علشان نشوف له أي علاج أو أي حاجة، فما ادناش النتيجة الكافية، وأنتوا طبعا شفتوه بنفسكم. أنت طبعا حاولت تعالجه عم أبو صلاح؟ حاولت وجبت له بعض العلاج من الصيدلية، لكن ما هو كافي. أعتقد أنه كسر النص التحتاني من ورا. نعم، يعني هذا ما يتعالج أبدا؟ لا، ليه علاج. أنا سألت الصيدلي قال لي لا علاج، بس دكتور. وطبعا تطعم أنت على حسابك الشخصي؟ نعم بطعمه، وفي برضه بعض الناس برضه بتحط له بعض الطعام وكده. ما يعلم الإنسان أي عمل يدخل فيه الجنة. زي هذا وزي يعني الرفق بالحيوان، يرعى مصلحة بسيطة زي دي، يمكن ربنا سبحانه وتعالى ينظر بنظرة رحمة ويرحم ربنا. نعم. زي ما نلاحظ الآن ينزل عم أبو صلاح. طبعا هو اعتاد عليك يا عم أبو صلاح صحيح؟ نحاول أن عم أبو صلاح يقرب منه ويطعمه.
المتوحش كيف أنه ولف على عم أبو صلاح لأنه يطعمه دائم. أسأل الله أن يكتب لك الأجر عم أبو صلاح. فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجرا.